السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي حبايب قلبي، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، النهارده هنشتغل مع بعض آخر جزء جراماتيك من الوحدة الأولى، محاضرة رقم 9 بإذن الله. نبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا بتكملة من الجزء القديم. احنا عندنا النهارده فيرب زولن وفيرب müssen. فيرب زولن ومüssen دي أفعال من الأفعال الناقصة اللي أخدناها مع بعض قبل كده في محاضرة 6، زي مشتن وفولن يريد ويرغب، زي كونن يستطيع، زي دورفن يسمح. وخدنا مع بعض على فكرة müssen يجب بتاعت الإلزام الداخلي. عندنا النهاردة فيرب زي müssen اسمه فيرب زولن يا شباب. فيرب müssen وزولن بمعنى يجب أو إيه أو ينبغي. النهاردة بقى هنبدأ نفرق ما بين müssen ونفرق ما بين زولن، ونحل على الأفعال الناقصة كلها، ونكمل آخر جزئية ناقصالنا في اليونت ده جراماتيك بإذن الله. ركز معايا، حصة مهمة مليانة تعبيرات كتيرة، فركز فيها على قد ما تقدر. تعالى نبدأ نمسك الوايت بورد بتاعتنا ونشتغل عليها. بسم الله. هنبدأ بإيه يا شباب؟ نبدأ بالفرق ما بين كلمة müssen وكلمة sollen. müssen يعني يجب، وكلمة sollen يعني ينبغي. طيب ايه الفرق بين müssen وsollen يجب وينبغي؟ هو نفس الفرق بين الانجليش ما بين must وshould. must وshould في الانجليش هم بالالماني عندنا müssen وsollen. طيب müssen وsollen برضو، لان في ناس فينا مش شاطره في الانجليزي شويه، فتعال نفرق ما بينهم. müssen وsollen، كلمه müssen بمعنى يجب بستخدمها اولا للالزام الداخلي. يعني ايه الزام داخلي؟ يعني بعبر عن حاجه بالالماني اسمها يا شباب بفليشت او نوتفال. بفليشت يعني الزام، ونوتفال يعني ضروره. الزام وايه وضروره نبع من داخلي، محدش امرني بحاجه، انا بامر نفسي ان انا لازم اعمل كذا، فده كده اسمه الزام داخلي. طيب عايز اعمل مثال، مثلا جيت قلت ich bin krank. ich bin krank يعني انا مريض، انا اكون مريض. ich bin krank. قمت حاطط هنا قلت انا muss يجب zum Arzt يعني إلى الطبيب. gehen يعني يذهب. يبقى أنا بقول دلوقتي إيه؟ بقول ich bin krank ich muss zum Arzt gehen. أنا مريض فأنا يجب علي الذهاب إلى الطبيب. هنا محدش ألزمني بحاجة، أنا اللي بلزم نفسي بناء على إحساس بالمرض. محدش إداني أمر، مفيش أمر خارجي داخل عليا هنا، أنا هنا بلزم إيه؟ نفسي إلزام داخلي. طيب مثال تاني، لما اجي مثلا الهير بتاعنا او المستر بتاعنا يقول لنا انت عندك امتحان، فانت تيجي تقول ايه؟ انا habe عندي einen Test عندي امتحان، انا muss يجب viel lernen ان انا اذاكر ايه؟ كتير. وخد بالك ان müssen وsollen والافعال الناقصه بتجيب مصدر اخر الجمله. lernen gehen فعل في المصدر. طب ich muss viel lernen يعني انا لازم اذاكر ايه؟ كتير. طب انا لازم اذاكر كتير، حد الزمني بحاجه؟ محدش الزمني بحاجه. ليه محدش الزمني؟ لان انا حسيت ان انا عندي امتحان فانا لازم اذاكر، فالالزام نابع من داخلي. يبقى اول فكره البفليشت، الالزام، ان انا بلزم نفسي الزام داخلي. طب يعني ايه ضروره؟ ضروره نوتفال يعني اجي اقول لك ان ist dringend. يعني ايه كلمة ist dringend؟ انت بالانجلش تقول it's necessary من الضروري. ist dringend يعني شيء ضروري او في امر ضروري. يبقى dringend يعني امر ايه يا شباب؟ امر ضروري. ايه هو الامر الضروري؟ يعني لما اجي اقول مثلا كده اهو بيتر ist so dick. بيتر تخين جدا. ديك هنا جايب معنى شخص تخين. بيتر ist so dick، بيتر تخين جدا. muss nicht so viel essen. muss nicht so viel essen يعني هو مش لازم انه ياكل كتير. طب افرض ان بيتر اكل، جه دلوقتي تخن اكتر واكتر واكتر، يبقى اذا كده الموقف اللي محطوط قدامي هو اللي اجبر بيتر انه ما ياكلش كتير عشان ما يتخنش اكتر. طب ولو كل يبقى هيبقى في عواقب وخيمة وهيتخن ويتخن ويتخن. يبقى كده انا بقول ان müssen بلزم من خلال موقف حصل. مثلا بنت اتأخرت فبتقول كده es ist spät. es
ist spät الوقت اتأخر. فنهى نهى يجب عليها nach Haus gehen أن تذهب إلى المنزل. محدش ألزم حد بحاجة، بس في موقف ألزم إن الوقت اتأخر، فنهى يجب أن تذهب إلى المنزل ضروري. يبقى ده كده استخدام الكلمة مين؟ müssen. يبقى müssen للتعبير عن الإلزام الداخلي، للنوتفال للضرورة، للأشياء الدرينجنت الضرورية. لما حد يكون محتاج شيء ضروري يبقى ده كده بيعبر بكلمة مين؟ müssen يجب. طيب تعالى على عكس الناحية التانية sollen. أولا sollen بستخدمه لحاجة اسمها الأمر الخارجي. أمر خارجي أو كلام منقول عن شخص آخر، كلام منقول عن شخص آخر. شفت الدايركت والاندايركت بالإنجليش، الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. لما شخص يقول إن المدرس قال إن إحنا لازم نذاكر يبقى ده إلزام خارجي. الدكتور قال إن أنا لازم آخد الدواء يبقى ده كده إلزام خارجي. يبقى إذن الإلزام الخارجي جاي عن طريق أمر خارجي أو كلام منقول عن شخص آخر. إحنا هنا قلنا إن إيش بين كرانك، إن أنا أكون مريض. ich muss zum Arzt gehen، أنا لازم أروح للدكتور. طب افترض إن أنا رحت للدكتور، فدير Arzt الدكتور زقت يعني قال. الطبيب قال إيه الدكتور؟ قال ich soll أنا يجب علي ينبغي im Bett bleiben يعني لازم ان انا ابقى في السرير. هنا هل انا اللي الزمت نفسي؟ لا، ده الكلام منقول عن الدكتور او منقول عن شخص اخر، فكده بدل ما كان الزام داخلي بقى اسمه الزام خارجي. طيب مرة كمان انت جيت هنا قلت ich habe einen Test، انا عندي امتحان. ich muss viel lernen، انا لازم اذاكر كتير. طب افرض ان der Lehrer المدرس sagt قال إن wir إحنا sollen viel lernen. يعني sollen viel lernen يعني المدرس قال إن إحنا لازم نذاكر كتير، وكده ده إلزام مش داخلي، ده كده كلام منقول عن المدرس أو إلزام خارجي. يبقى إذا müssen للإلزام الداخلي، sollen للإلزام الخارجي. طيب ممكن نستخدم sollen يا شباب في حاجة تانية اسمها رات يعني نصيحة، كنا واخدينها في كلمات دير حفظ. رات نصيحة، استخدمه في الرات جيبن اعطاء النصيحة، والرات بيتن طلب النصيحة. يبقى كلمة بيتن يعني يطلب، وجيبن يعني يعطي. يبقى أنا هستخدم في إعطاء وطلب النصيحة هستخدم الفيرب اللي اسمه ايه يا شباب؟ زولن. ازاي؟ انا محتاس في امر معين مش عارف افكر فيه، فجيت اطلب النصيحة من حد اكبر مني، قلت لي قول لي was ماذا زل ich machen. احفظ لي الجملة دي كويس. was soll ich machen، ماذا يجب علي ان افعل. ده كده اسمه رات بيتن طلب النصيحة. was soll ich machen، ايه اللي انا لازم اعمله، ايه اللي مفروض عليا ان انا اعمله. فانت تقول لي مثلا du sollst انت يجب gut lernen انك تذاكر كويس. يبقى انا كده بديك ايه؟ بديك رات جيبن اعطاء نصيحة، وكمان ممكن نقول عليها امر ايه؟ خارجي اهو. du sollst gut lernen انت يجب ان تذاكر جيدا. خلي بالك انا ينفع اقول du musst انت يجب، وينفع اقول du sollst انت يجب، بس الفرق ما بين مسن وزولن في الامر اني لما بعمل امر بكلمة مسن بيبقى الحاجة دي لو انت ما عملتهاش هيحصل عليها مشاكل بعد كده. لكن زولن لما بدي بيها امر بيبقى الامر غرضه النصح، يا عملته ما عملتوش. يعني انا لو قلت لك هنا دو موست جوت ليرنن يبقى انت عندك بكره امتحان ضروري، انت لو ما ذاكرتش هتسقط. دو موست جوت ليرنن. لكن لما اقول لك دو زولست جوت ليرنن انت ينبغي عليك انك تذاكر. ذاكرت كان بها، ما ذاكرتش برضو كان بها، انا ما كانش عليا غير النصح والارشاد. فهمت اللي انا اقصده؟ يبقى مسن للالزام بس الزام داخلي او موقف ضروري، زولن للالزام بس الزام خارجي او كلام منقول عن شخص، او رات جيبن رات بيتن اعطاء نصيحه وطلب النصيحه. هنخلي دي قدامنا وتعالى نخش على تصريفاتهم، نعرف الفرق ما بين تصريفاتهم كمان عشان نحل عليهم.
نقدر نستخدمهم في التصريف بالشكل الآتي. أو عايز أقول أنا يجب، بقول ich soll du sollst er es sie soll. يبقى تصريف أنا نفس تصريف هو وهي في الأفعال الناقصة كلها. ich soll أنا يجب عليا، er soll هو يجب عليها، sie soll هي يجب عليها. wir sie sollen رجع لأصله، ihr أنتم sollt أنتم ينبغي عليكم. تصريف müssen مع ich اسمه muss، ich muss، du musst من غير أملاوت، er es sie muss زي ich، wir sie müssen رجع للأملاوت، ihr أنتم müsst بالأملاوت برضو. ده تصريفك لفيرب müssen وفيرب مين sollen. طيب تعال نحل على الفرق ما بينهم الأمثلة الآتية. بسم الله. هنا عايزين نفرق الأمثلة دي في الكتاب بتاعك صفحة 12. عايزين نفرق ما بين كلمة müssen وكلمة sollen. بسم الله. أول مثال بيقول لي Was wir jetzt machen. ماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ ما بيفكركش بحاجة، ده طلب نصيحة. Geht nach Haus. اذهبوا إلى المنزل. خد بالك لما الإجابة بتبقى جملة أمر زي كده، جملة الأمر منتهية بعلامة تعجب، جملة الأمر الفعل فيها رقم 1 في الجملة، اذهبوا إلى المنزل، يبقى ده أمر خارجي والاستخدام هنا sollen. يبقى الجملة بتقول Was sollen wir machen. ماذا يجب علينا أن نفعل. رقم 2 Ich gut lernen. أنا جيدا أتعلم. Morgen habe einen Test. بكرة عندي امتحان. أنا بكرة عندي امتحان فأنا لازم أقعد أذاكر كويس، حدش ألزمني بحاجة، إلزام داخلي تبقى muss. Ich muss gut lernen يعني أنا يجب أن أذاكر جيدا، ده إلزام داخلي. رقم 3 Kinder يا أطفال. Ihr jetzt schlafen. أنتم الآن schlafen. jetzt يعني الآن، schlafen يعني ينام. sagt die Mutter. هذا ما قالته الأم. يبقى يا أطفال أنتم يجب أن تناموا الآن، ده اللي الماما قالته، يبقى ده إلزام خارجي. يبقى بدل müssen تبقى sollen، تتصرف تبقى ihr sollt. رقم 4 علا ist krank. علا مريضة جدا. Sie den Arzt besuchen. هي لازم تروح للدكتور، لو ما راحتش هتفضل مريضة. يبقى ده كده الموقف الضروري. استخدم كلمة müssen اصرفها مع علا، هي هتبقى اسمها muss. Sie muss den Arzt besuchen. رقم 5 du أنت nicht lange fernsehen. انت مش لازم تتفرج على التلفزيون لوقت طويل. fernsehen يعني مشاهدة التلفاز، lange يعني فترة طويلة. das ist nicht gesund. nicht gesund يعني غير صحي. ممكن أشيل nicht وأحط un وتبقى ungesund يعني غير صحي. طب أنا عايز أقول لك إيه، أنت مش لا ينبغي عليك مشاهدة التلفاز فترة طويلة، يبقى ده كده إلزام خارجي، أو بقدم لك بقدم لك نصيحة عملت بيها عملت، يبقى هستخدم sollen، هتتصرف مع الدو وتبقى du sollst nicht lange fernsehen. أنت لا ينبغي عليك مشاهدة التلفاز. تمام يا شباب. رقم 6 mein Vater ist krank. والدي مريض. nicht so viel arbeiten. هو لا ينبغي عليه العمل كثيرا. أنا هنا إلزام من موقف، هستخدم كلمة müssen، هصرف كلمة müssen مع هيبقى muss nicht so viel arbeiten. بابا تعبان he mustn't. عايز أقول إن هو لا يجب عليه. طب لما أقول هنا كلمة müssen هتتصرف مع تبقى muss. فرق لي ما بين 7 و8 كده رجالة. 7 بيقول يا هانز du nicht viel essen. أنت لا ينبغي أن تأكل كثيرا. das ist du bist so dick يعني أنت تخين جدا. يا هانز أنت مش لازم تاكل كتير يا ابني، أنت تخنت، ده إلزام خارجي بزولن، هتتصرف تبقى du sollst nicht viel essen. أنت لا يجب أن تأكل كثيرا. طب هنا أنا بقول إيه؟ ich nicht so viel essen. أنا مش لازم أكل كتير. ich bin so dick. أنا تخنت جدا. يبقى ده إلزام داخلي وتبقى بدل sollen تبقى muss. رقم 9 يقول meine Eltern sagen. والديني يقولوا
wir ruhig sein. ruhig يعني هادئ. sein يعني يكون. يبقى ruhig sein يعني يكون هادئ. والديني يقولوا إن نحن يجب علينا أن نكون هادئين. نحن يجب علينا هنا zullen، لأن الكلام منقول عن أشخاص آخرين اللي هم والديني. رقم 10 ich etwas essen. etwas يعني something، شيء ما. essen آكل، أنا عايز آكل حاجة، أنا لازم آكل حاجة. ich habe großen Hunger. ده أنا جعان جدا، أنا لازم آكل حاجة، أنا جعان جدا. ده إلزامي داخلي جاي من جوه اهو. بقت ich muss etwas essen يعني أنا يجب أن آكل شيء ما. رقم 11 wir haben kein Brot mehr. kein Brot mehr لم يعد لدينا خبز. لم يعد لدينا Brot يعني خبز. ich jetzt einkaufen. أنا الآن أتسوق. لم يعد لدينا خبز فأنا يجب أن أتسوق. حدش أمرني بحاجة، أنا اللي شفت الموقف أمرت نفسي، فتبقى ich muss. رقم 12 der Arzt sagt. الطبيب قال ich keinen Sport machen. ich keinen Sport machen. الدكتور قال إن أنا مش لازم ألعب رياضة. ده كده إلزام خارجي، بدل muss هتبقى soll. رقم 13 unser Lehrer ist krank. unser Lehrer يعني معلمنا. ist krank مريض. wir unseren Lehrer besuchen. besuchen يعني يزور. مدرسنا مريض فاحنا لازم نزوره. محدش ألزمنا بحاجة، ده كده إلزام داخلي، فتبقى wir müssen. موقف اهو. رقم 13 خلصت. هات 14 و15. 14 بيقول لي ich habe Kopfschmerzen. ich habe Kopfschmerzen يعني أنا لدي آلام بالرأس. du die Musik nicht so laut hören. أنت مش لازم تسمع موسيقى بصوت عالي، أنا عندي صداع. أنا عندي صداع وبأمرك ما تسمعش موسيقى بصوت عالي. هتبقى du sollst die Musik nicht so laut hören. ما تسمعش موسيقى بصوت عالي. يا بيترا du das Essen heute kochen. يا بيترا انت اللي لازم تطبخي الاكل النهارده. الزام خارجي برضو تبقى sollst. das Essen يعني الطعام، heute يعني اليوم، kochen يعني يطبخ. ده الفرق شباب ما بين جزء اللي اسمه müssen وجزء اللي اسمه sollen. طيب تعال نخش على جزئية تانية مهمة جدا ليها علاقة اكتر بسؤال المواقف. عندنا مصطلح يا شباب، المصطلح ده اسمه einen Termin. كلمة einen Termin يعني موعد. ترمين يعني يا شباب موعد، ميعاد. طيب الميعاد ده عندي فيه 3 إمكانيات. أول إمكانية اسمها Termin haben أو Termin vereinbaren. Termin haben أو Termin vereinbaren. يعني haben يعني يمتلك. طيب يعني إيه كلمة vereinbaren؟ يعني يحجز. يبقى أول فكرة إن أنا أعمل einen Termin haben أو einen Termin vereinbaren يعني حجز موعد أو امتلاك موعد. الفكرة الثانية إن أنا أعمل Termin verschieben. verschieben يعني يؤجل. verschieben يعني يؤجل، وفرق ما بين verschieben وvereinbaren. vereinbaren يعني يتفق، إنما verschieben يعني يؤجل، وverschieben بيجي مع حرف جر اسمه auf عشان يدي معنى يؤجل لي. يؤجل لي بيساويها بيساوي verschieben يؤجل ändern. ändern يعني تغيير. ändern يعني تغيير، تغيير وتأجيل، تغيير وتأجيل. ثالث فكرة إن أنا أعمل absagen. absagen يعني كنسل، ألغي. absagen يعني يلغي. يبقى أنا معايا 3 أفكار: Termin vereinbaren اتفاق على ميعاد، Termin verschieben أو Termin ändern تأجيل أو تغيير الميعاد، Termin absagen إلغاء الميعاد. بيجيب لي ال3 أفكار دول في اختيارات، وأنا أختار بناء على الجملة أنا بحجز ميعاد ولا بأجل الميعاد ولا بلغي الميعاد. أو أقول لك إن أنت عايز تحجز ميعاد، إيه الجملة اللي تناسب؟ أنت عايز تأجل الميعاد، إيه الجملة اللي تناسب؟ أنت عايز تلغي الميعاد، إيه الجملة اللي تناسب؟ طيب تعالى نكتب شوية جمل سوا كده
ونشوف ايه الجملة اللي تناسب. يعني لو كتبنا اول جملة كده bitte يعني من فضلك، ich brauche يعني انا احتاج، einen Termin frei ترمين يعني موعد، وفراي يعني فاضي. من فضلك انا محتاج ميعاد فاضي. انا كده بعمل ايه؟ كده بعمل فراينبارن، بحجز ميعاد. ممكن احجز ميعاد تاني ان انا اقول es ist dringend في امر ضروري. es ist dringend في امر ضروري. kann ich vorbeikommen kann ich يعني هل يمكنني vorbeikommen ان امر عليكم في امر ضروري، ينفع امر عليكم. يبقى انا كده برضو فراينبارن، بحجز ميعاد. ممكن اكلم الدكتور اقول له كده، اقول له muss ich einen Termin vereinbaren، هو انا لازم muss ich einen Termin vereinbaren، هو انا لازم اتفق على ميعاد، هو انا لازم اخد ميعاد، هو انا لازم امتلك ميعاد. يبقى انا كده برضو فراينبارن، بحجز ميعاد. يبقى اول 3 جمل قدامك دول bitte ich brauche einen Termin frei من فضلك محتاج ميعاد فاضي، es ist dringend في أمر ضروري، kann ich vorbeikommen يمكنني أن أمر، kann ich vorbeikommen يمكنني أن أمر، muss ich einen Termin vereinbaren هل يجب علي حجز موعد. كل دول أنا بعمل إيه؟ بعمل هابن امتلاك، أو بعمل فرينبارن حجز. فرينبارن يعني حجز موعد، اتفاق على إيه؟ على موعد. يبقى دي الفكرة الأولى لو أنا بحجز ميعاد. طيب الفكرة التانية لو أنا عايز أعمل فرشيبن. يعني إيه فرشيبن؟ عايز أجل الميعاد أو أغير الميعاد. أول فكرة لتغيير الميعاد إن أنا أجي أقول للشخص كده، أقول له heute اليوم kann ich nicht kommen يعني اليوم لا يمكنني أن أأتي. heute kann ich nicht kommen النهاردة أنا مش هقدر آجي، وأبدأ أديله أي سبب أو أتفق على ميعاد تاني. أقول له كده مثلا wie geht es bei dir am Freitag. يعني إيه wie geht es bei dir am Freitag؟ يعني كيف يناسبك الجمعة؟ أنا النهاردة مش هعرف أجي، إيه رأيك في الجمعة؟ يجي معاك ما يجيش معاك، مناسبك مش مناسبك. أنا كده مش بكنسل الميعاد، أنا قلت فعلا إن أنا مش هقدر أجي، لحتى أنا مش هقدر أجي أنا بكنسل، لكن أنا مش هقدر أجي وبعد كده أتفق معاك إيه رأيك في يوم الجمعة. يبقى أنا كده بعمل فرشيبن أو فرايتاج تأجيل ليوم الجمعة، أو بعمل إندرن للترمين يعني تغيير للميعاد. طيب ممكن إن أنا أجل الميعاد بطريقة تاني، ان انا اقول له نفس الجمله اللي هو النهارده انا مش هقدر اجي، واقول له ان ماين فاتر مثلا، او ماين اونكل عمي، او ماين إلترن ابائي، ماين اونكل kommt zu Besuch يعني ياتي لزيارتنا، عمي اتي لزيارتنا. فانا كده عايز اعمل فرشيبن يعني تاجيل الميعاد. يبقى انا عشان احجز قلت من فضلك محتاج ميعاد فاضي في امر ضروري، ينفع ان انا امر عليكم، انا محتاج احجز ميعاد. كل دول فراينبارن. طيب هنا للاسف انا مش هعرف اجي، هل يناسبك الجمعه؟ عمي جاي يزورنا، هجيب بابايا من المطار، مامتي راح معاها مشوار. كل ده انا بعمل ايه؟ بعمل فرشيبن او في تاجيل او اندرن تغيير. الفكرة الثالثة ان انا اعمل ابزاجن يعني بكنسل الميعاد. عشان اكنسل الميعاد اول حاجة اقولها ان انا مش هعرف اجي، ich kann nicht kommen. لو قلتها لوحدها من غير اي جملة جنبها وسكت كده ich kann nicht kommen، يبقى انا كده بعمل ابزاجن. يعني ايه بعمل ابزاجن؟ يعني بكنسل الميعاد. يبقى اول فكرة ترمين ابزاجن يعني كنسلت الميعاد لما اكون بقول ich kann nicht kommen. الفكرة الثانية ان انا كنسل بيها ميعاد ان انا اقول سبب، او ان انا مثلا انا كان عندي ميعاد عند الدكتور، او اجي اتصل بالدكتور اقول له مثلا هلو دكتور جون، اهلا دكتور جون، واقول له مثلا ich habe heute انا عندي النهارده einen Termin موعد bei Ihnen لدى سيادتك، انا عندي ميعاد النهارده عند حضرتك. واجي قايل له ولكن meine Zähne يعني اسناني
تون مير نشتفي. يعني ايه تون مير نشتفي؟ يعني لم تعد تؤلمني. انا كده بقول للدكتور ايه؟ والله يا دكتور انا كان عندي ميعاد عندك النهارده، بس والله اسناني ما بقتش وجعاني، خلاص انا خفيت. يبقى انا كده مش باجل الميعاد، ده انا كده بكنسل الميعاد، بعمل ابزاجن، الغاء للايه؟ للميعاد. يبقى انا هدي لحضرتك جمله من الجمل اللي مكتوبه، وانت تقول لي بتعمل ترمين هابن ولا فرعين يعني بتحجز، ولا فرشيبن واندرن بتغير وتأجل، ولا أبزاجن بتلغي، أو أعمل العكس. يا رب تكون وصلت. تعال نحل عليها، جايز تفهمها أكتر في الحل. يبقى نسمي الله، هنبدأ نحل على الجزئية الجميلة دي، حجز المواعيد وإلغاء المواعيد وتأجيل المواعيد. ده طبعا الجزء الجرامر الحمد لله خلصناه. هنبدأ بسم الله من أول الجزء اللي هو ليه علاقة يعتبر بالمواقف. ادي الشرح بتاعنا اللي احنا هتلاقيه في صفحة 21. ده الجزء اللي انا شرحته على سمارت بورد دلوقتي، اللي هو ترمين هابن وفرعين بارن، ترمين ابزاجن، ترمين فرشيبن او اندر. تمام. تعالى بقى نحل عليه الجزء الخاص بيه. الجزء الخاص بيه شوية مواقف. هنبدأ من رقم، بسم الله، ايوه اهو، ترمينا فرعين بارن فرشيبن ابزاجن. مهمة جدا الحتة دي يا شباب، في يونت 10 لازم نلمها بسرعة. ركز معايا. أول مثال بيقول له إيش كان يتس نيشت كومن. أنا النهاردة مش عارف أجي. في است اسمت هويتا أبند. إيه رأيك في النهاردة بالليل؟ أنا دلوقتي مش هعرف أجي، إيه رأيك النهاردة بالليل؟ يبقى أنا كده بعمل أبزاجن إلغاء؟ لأ. بعمل فرقاينبارن حجز؟ لا. بس بعمل فرشيبن. يعني ايه فرشيبن؟ يعني تأجيل. ترمين فرشيبن يعني تأجيل الميعاد. نمرة 2 رقم 2، haben Sie am Montag einen Termin frei؟ هل عند حضرتك يوم الاثنين ميعاد فاضي؟ jemand will، شخص ما يريد، einen Termin ايه؟ واحد بيكلمني بيقول لي عندك ميعاد فراي. يعني ميعاد فراي يعني ميعاد فاضي، يبقى كده هو بيحجز ميعاد اللي هي فرعينبارن وفرشيبن وابزاجن. غلط. فرعينبارن يعني حجز الميعاد. رقم 3 بيقول لي دو فيلست اينن ترمين ابزاجن. هنا عمل العكس، هو اللي اداك المصطلح وانت تقول الجمله اللي تدل عليه. دو فيلست اينن ترمين ابزاجن، انت عايز تلغي الميعاد. طب انا لو عايز الغي الميعاد هقول ايه؟ ايه الجمل اللي انا ممكن اقولها هنا عشان الغي الميعاد؟ هقول إيش كوما هويته فورباي. كوما فورباي يعني همر عليكم، هعدي عليكم. هعدي عليكم النهارده؟ لا، ده انا عايز الغي. هقول إيش كان نيشت كومن، مش عارف اجي. ممكن دي كده انا كده بلغي. ولا اقول يدن تاج هاب ايش فراي، انا كل يوم فاضي. طب ما كل يوم فاضي انا كده مش بلغي ميعاد، ملهاش علاقه بالغاء الميعاد. يبقى ايش كان نيشت كومن هي الجمله اللي بتدل على الغاء الميعاد. ايش كان نيشت كومن، انا لا يمكنني ان اتي. مثال 4 بيقول لي haben Sie einen Termin frei؟ هل حضرتك عندك ميعاد فاضي؟ حلو. ايه السؤال؟ Du möchtest einen Tisch im Restaurant reservieren؟ انت تريد حجز ترابيزة في مطعم. reservieren يعني يحجز، وتش يعني ترابيزة، im Restaurant يعني في مطعم. هل انا لما اجي اقول لواحد عندك ميعاد فاضي يبقى انا كده بحجز ترابيزة في مطعم؟ غلط طبعا. ولا Du suchst ein Zimmer im Hotel؟ suchst ein Zimmer im Hotel يعني بتبحث عن أوضة في فندق. طب أنا لو ببحث عن أوضة في فندق هقول له عندك ein Zimmer frei، عندك أوضة فاضية. عندك Einzelzimmer، Doppelzimmer، أوضة فردي، أوضة زوجي. أقول لك عايز أوضة بهالب بنسيون، بنصف إقامة. عايز أوضة بفول بنسيون، بإقامة كاملة. كل دي جمل تدل على حجز الغرفة. لكن أنا هنا عايز ميعاد فاضي، يبقى du möchtest den Arzt besuchen يعني أنت تريد زيارة الطبيب. رقم 5 ich kann leider nicht kommen، للأسف مش هعرف آجي. مش هعرف آجي يبقى أنا عايز أعمل أبزاجن. يعني إيه أبزاجن؟ يلغي الميعاد. رقم 6 du brauchst einen Termin beim Friseur. فريزور يعني إيه فريزور؟ يعني حلاق. أنت عايز موعد لدى الحلاق. حلو. إيش مش einen Termin إيه؟ أنا لما أقول أنا محتاج ميعاد عند الحلاق يبقى أنا عايز أعمل ترمين إيه؟ عايز أعمل ترمين فرينبارن يعني حجز الميعاد. ترمين فرينبارن حجز الميعاد. رقم 7
يقول لي du möchtest einen Termin beim Arzt vereinbaren. أنت تريد أن تحجز موعد لدى الطبيب. du möchtest einen Termin beim Arzt vereinbaren. طيب أنا عايز أحجز ميعاد عند الدكتور، هقول إيه؟ هقول ich brauche bitte einen Termin. أنا محتاج من فضلك موعد am Freitag مثلا يوم الجمعة، ولا أقول له Termin absagen ألغي الميعاد، ولا أقول له ich kann nicht kommen مش هعرف أجي. ما هي دي هي دي ich kann nicht kommen مش هعرف أجي، هي absagen ألغي الميعاد. لكن أنا محتاج أحجز يبقى أقول له Termin am Freitag أو ich brauche Termin، يعني أنا محتاج ميعاد. 8 brauche ich einen Termin. هل أحتاج إلى موعد oder kann ich einfach vorbeikommen. einfach يعني ببساطة أو على طول. vorbeikommen يعني يمر على. هو أنا محتاج ميعاد ولا أقدر أجي على طول؟ يبقى شخص ما möchte einen Termin، شخص ما العشم قتله، شخص ما عايز يعمل إيه في الميعاد، شخص ما عايز يحجز ميعاد، فتبقى vereinbaren. يعني إيه vereinbaren؟ يعني يتفق أو يحجز. احفظ لي الكلمات دي والنبي، مهمة جدا. طيب تعال نبص في صفحة 27 في كم مثال عليهم. رقم 9 يقول ich brauche einen Termin du möchtest einen Termin. أنا أحتاج إلى موعد فأنت تريد إيه في الموعد، تريد تعمل إيه بالظبط كده. أريد أن أحجز موعد، فتبقى برضو vereinbaren. رقم 10 بيقول haben Sie einen Termin frei. هل لدى موعد، هل لدى حضرتك موعد فاضي. يبقى أنت عايز ترمين absagen غلط، عايز ترمين verschieben تأجيل موعد غلط، ولا أنت du musst dringend zum Arzt gehen عايز تروح من الضروري للدكتور und rufst bei der Praxis an وبتتصل بالعيادة. عايز أروح ضروري للدكتور وبتصل بالعيادة، فكده أنا بعمل ترمين vereinbaren برضو بحجز ميعاد. يبقى ده بالنسبة للجزء الخاص بالمواعيد وحجز المواعيد. طيب احنا عندنا جزء هنا عايزين نقراه مع بعض ونحفظه. الجزء ده ليه علاقة بشوية أفعال كده وشوية حاجات مهمة عندنا في اليونت. احنا خدنا حفظ كده المواعيد. الصفحة دي كلها تبقى حفظ يا شباب. صفحة ايه؟ صفحة 21 كلها حفظ. هنحفظ منها الأفعال المنفصلة والأفعال المرتبطة بحرف الجر. يعني ايه فعل مرتبط بحرف جر؟ فعل مرتبط بحرف جر يعني فعل بيجي معاه حرف جر. أنا أشكرك على المساعدة. هذا العلاج يساعد ضد الآلام. أنا أفكر في، أنا أعمل لدى. فكده ده فعل بس مع حرف إيه؟ جر. طيب مين هم؟ أول فيرب معانا مع حرف جر هنحفظه فيرب helfen. يعني إيه فيرب helfen؟ فيرب helfen يعني يساعد. طب يعني إيه جيجن؟ جيجن يعني against ضد. يبقى helfen جيجن يساعد ضد. helfen جيجن يعني يساعد ضد. وممكن أترجمها بمعنى يقضي على. يعني ايه يساعد ضد او يقضي على؟ انا جيت عندي صداع فجه المستر قال لي ايه؟ قال لي خد البرشام ده das hilft gegen Fieber. هذا يقضي على الحمى او يساعد ضد الحمى. نم دي تابلتن، خد الاقراص دي helfen gegen Kopfschmerzen تساعد على الصداع او تقضي على الصداع. يبقى يساعد ضد الشيء او يقضي على الشيء اسمه هيلفن جيجن. وخلي بالك بستخدمها للتعبير عن السؤال عن الميديسين، وميديسين يعني الدواء. يعني لما يجي في المواقف يقول لك انت بتسأل عن الميديسين، بتسأل عن الدواء، بتقول له بس ماذا هيلفت جيجن يعني ماذا يساعد ضد، وبتقول اسم المرض. انا كده بسأل عن الميديسين عن الدواء. تاني فيرب اسمه دانكن. تالت فيرب اسمه دينكن. فرق ما بينهم. دانكن دينكن. دانكن دينكن. سانك سينك بالانجلش. سانك يعني يشكر، سينك يعني بيفكر. يبقى احنا عندنا دانكن يشكر، دينكن يفكر. دانكن يشكر، دينكن يفكر. طيب دانكن يشكر بيجي معاه حرف الجر فير على. دانكن فير يشكر على. دانكن فير يشكر على. هنا بقول ايه؟ ich danke sehr انا بشكر جدا für den Anruf على الاتصال. الناس اللي بتبقى في خدمة العملاء شغالة يجي الراجل بعد ما يقفل معاه يقول له ich danke dir für den Anruf انا بشكرك على الاتصال. يبقى danke für يشكر على
ودين انروف يعني الاتصال. ليه جت دين يا هير؟ لان اللي بيجي بعد فير بيتحط في حالة اكوزاتيف. ماشي، ما تنساش الحتة دي. طيب انما denken an يفكر فيه. ich denke immer an die Prüfungen. انا عندي ثانوية عامة وعمال افكر دايما في الامتحانات. ich denke immer an die Prüfungen يعني انا افكر دائما في الامتحانات. فين يفكر؟ denke فين فيه اهي an، يبقى denken an يفكر فيه. الفيرب الخامس فيرب arbeiten بيجي معاه حرف جر باي، ده واخدينه من تانية ثانوي على فكرة. arbeiten يعني يعمل، arbeiten باي يعني يعمل لدى. mein Vater arbeitet bei Vodafone والدي يعمل لدى فودافون. arbeiten bei نوكيا يعمل لدى نوكيا. arbeiten bei ايفون، arbeiten bei سامسونج. اي اسم شركة بيجي هنا بعد باي لاني اعمل لدى شركة. طيب ترمين باي يعني موعد لدى، ترمين باي يعني موعد لدى. ich brauche einen Termin، ich brauche einen Termin أنا أحتاج إلى موعد باي دكتور جون يعني لدى السيد أو الدكتور جون. يبقى ترمين باي يعني موعد لدى. قولوا ورايا آخر مرة: helfen gegen، danken für، denken an، arbeiten bei، ترمين باي. helfen gegen، danken für، denken an، arbeiten bei، ترمين باي. دول الخمس أفعال هنا مرتبطين بحرف جر، بيدي لحضرتك الفيرب وانت تحط حرف الجر او يديك حرف الجر وانت تحط الفيرب. طيب الجزء الثاني احنا قلناه اللي هو جزء حجز المواعيد، ده خلصناه. اخر جزء معانا في محاضرتنا النهارده وحفظ برضو جزء الافعال المنفصله. الفعل المنفصل احنا عارفين قبل كده وخدناه كتير انه مكون من مقطعين، مقطع بينفصل اللي في الاول وبياتي اخر الجمله. هنا بقى احنا عايزين نفرق ما بين اشكال متشابهه لافعال منفصله معينه عدت عليا. زي ايه؟ زي حضرتك عدى عليك معانا قبل كده فيرب فيرنزين فقبل كده في تانية ثانوي قلنا ان فيرنزين يعني يشاهد التلفاز. لما اجي اقول ازاي ام ابند فيرن يعني انا بشاهد التلفاز في المساء. طبعا الفعل انفصل بقى اسمه زيه فيرن لان هو منفصل. فمنفصل يعني المقطع ابو خط احمر ده بينفصل وياتي اخر الجمله. طيب ايه الفرق بقى ما بين فيرنزين واوس زيهن؟ فيرنزين واوس ذهن. او الذهن بمعنى يبدو او شكله. انت عايز تقول لي ايه يا هير؟ دو زيهست جوت اوس، انت شكلك جيد النهارده. يبقى زيهست اوس يعني يبدو. تعال نشوف كده. انا ماين اوجا عيني زيت شلم اوس. هنا عيني مش بتشاهد التلفاز، هنا عيني زيت شلم اوس تبدو شلم. شلم يعني ضعيفة او سيئة او في حالة سيئة. يبقى mein Auge sieht schlimm aus يعني عيني تبدو ضعيفة. ايه اللي حصل؟ اوس نزلت اخر الجملة وذهن اتصرفت مع عينيا بقت زيت. طيب ده اول فرق ما بين فيرن ذهن واوس ذهن. عايزين نفرق ما بين اب جيبن اب زاجن. اب جيبن اب زاجن. اب زاجن لسه واخدينها النهارده يعني يلغي الميعاد، انما اب جيبن خدناها الاسبوع اللي فات بمعنى يصرف روشتة. لما الدكتور كتب لي روشتة وقال لي الجملة الجاية دي، قال لي جيبن زي داس ريتسبت اب يعني اصرف الروشتة من فضلك. ريتسبت يعني روشتة. طب وجيبن اب يعني هيصرف الروشتة. انما اب زاجن يعني يكنسل الميعاد. عمرو زكت دين ترمين اب. عمرو زكت دين ترمين اب. هنا ابزاجن جاي بمعنى يرفض او يلغي. يبقى ابزاجن مش بس يلغي ميعاد، ده ممكن تيجي بمعنى يرفض، يرفض عرض او يرفض دعوة اسمه اب زاجن. طب عارفين عكسه ايه يا شباب؟ عكس ابزاجن اسمه تسو زاجن يعني بدل ما كانت يرفض بقت يوافق. زي بالانجلش كده accept وريفيوز. accept يعني تسو زاجن، ريفيوز يعني اب زاجن يرفض ويقبل. طيب عايزين نفرق ما بين شباتسيرن جيهن اللي خدناه في تانية ثانوي، شباتسيرن جيهن يعني يتنزه او يتمشى، وما بين حاجه اسمها راوس جيهن. حاجه اسمها ايه؟ راوس جيهن. ايه الفرق؟ يذهب خارج مكان يعني ايه؟ يعني انا في واحد عمال يتكلم بصوت عالي في الفصل قلت له بيتر جي راوس، اطلع
بره، اخرج بره. جه يتستراوس، اخرج دلوقتي بره. يبقى انا كده بقول ايه؟ راوس جيهن، يخرج للخارج. انما شباتسيرن جيهن يتنزه او يتمشى. ايش جيه ام ابند شباتسيرن، انا هتمشى بالليل. يبقى ده حاجه وده حاجه. راوس جيهن يطلع بره، شباتسيرن جيهن يتنزه او يتمشى. طب فاكرين كومن ياتي؟ هنا النهارده معانا 3 اشكال لكومن ياتي. شكل اسمه ميت كومن، شكل اسمه فور باي كومن، شكل اسمه تسروك كومن. اقرا تاني: ميت كومن، فور باي كومن، تسروك كومن. طب ايه الفرق في المعنى؟ كومن ياتي، ميت يعني مع، يبقى ميت كومن ياتي مع. كومز دو ميت، هل تاتي معي؟ يا جرن، بكل سرور. كومز دو ميت اللي هي تيجي معايا، قال له يا جارن بكل سرور. طب فور باي كومن يعني يعدي على حد، يمر على حد. يقول له كومن زي ام ابند فور باي، هتمر علينا في المساء، هتعدي علينا في المساء. كومن زي ام ابند فور باي. طيب وتسروك كومن، تسروك كومن يعني يرجع، كم باك، يعود. فان كومز دود سروك، هتعود امتى؟ هترجع امتى؟ فنفقور في تمام الخامسة. فان كومس دو تسروك يعني متى ترجع أو متى تعود. ده الجزء الخاص بمحاضرة النهاردة إن شاء الله. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن أكتر من موضوع. أول حاجة اتكلمنا عن الفرق ما بين مسلم وظلم، اتكلمنا عن حجز الميعاد، إلغاء الميعاد، تأجيل الميعاد. تمام. اتكلمنا عن شوية أفعال منفصلة، واتكلمنا عن أفعال مرتبطة بحروف جر. وده كان آخر جزء جراماتيك في يونت 10 إن شاء الله. هنحفظه عشان هنسمع في الامتحان المرة الجاية الأفعال المنفصلة والأفعال المرتبطة بحروف جر جاية في الامتحان. حجز المواعيد وإلغاء المواعيد جاي في الامتحان. الفرق ما بين مسلم وظلم جاي في الامتحان. الحفظ بقى اللي علينا النهارده تسميع الكلمات. كلمات دص، احنا خدنا دير، هنسمع النهارده يا شباب كلمات دص. فين كلمات دص؟ اقراها معايا. Das Angebot, das Auge, das Angebot, das Auge, das Befinden, das Bein, das Bett, das Datum, das Fieber, das Fitnessstudio, das Fitnessstudio, das Gesicht, das Gespräch, das Gesundheitsproblem, das Haar, das Haus, das Hotel, das Kind, das Krankenhaus, das Lachjugend, das Lachen, das Monster, das Wartezimmer, das Wasser, das Thermalbad, das Lachseminar, das Reiten, das Tier, das Entschuldigung schreiben. Entschuldigung يعني اعتذار، schreiben يعني خطاب اعتذار. Entschuldigung schreiben. Das Fieber, das Halsweh, das Halsweh, das Sprechzimmer, das Knie, das Praktikum, das Ohr, das Problem, das Reiten, das Rezept, das Seminar, das Sportstudio, das Sportstudio, das Medikament. das Medikament. يبقى دي كلمات دص اللي احنا هنحفظها ان شاء الله. طيب عندنا واجب هنا في الكتاب بتاع الواجب، الكتاب ده هناخد جزء بقى. اول واجب القطعة صفحة 2 و3. يبقى اول واجب اهو حل القطعتين صفحة 2 و3. قطعة صفحة 2 وصفحة 3. تمام. ده الجزء القطعة. هنحل جزء جرامر على مسن وظلن، على مسن وظلن، وبقية الأفعال الناقصة وهحلها معاك المرة الجاية. يبقى 6 7 8 9 من 6 صفحة 6 و7 8 و9. ده الجزء جرامر اللي عندك، زائد آخر حاجة حللي صفحة 15. صفحة 15 على حجز المواعيد وإلغاء المواعيد وكنسلة المواعيد. أشوفكم على خير في محاضرة رقم 10 بإذن الله. تشيوس.